حاجه محدده بس بدون فوائد. نعم. احنا عايزين حاجات بدون فوائد، لان احنا ما عندناش استثمارات. احنا ما بناخدش فوائد، احنا وزاره الارض بتاخد فوائد من اي حد. لا صحيح، يعني حتى السياسه فعلا الجهه الوحيده التي تعطي قائد الفائده صفر الاوقاف. لا فعلا في البر لا تعطي اي قروض اوقاف على الاطلاق باي فائده. بس يعني المتصل بقى مع الوزاره حتى بعض الناس بتدافع، فالجهه الوحيده حتى ومنها المصروفات الدائره نهائيا. بالظبط. بس انت تشتغل هيئه وشركات. لا والله قول لي اهم حاجه عنده اهم مشروع تفكروا فيه في اسم ان شاء الله انها تبقى العاصمه الاقتصاديه لمصر كل ما شاء الله. فهم ان كل ما هو يجي من بره لما بيفهم ان احنا ما عندناش دلوقتي غير فندق وقريه. ايه تاني خايف؟ لان احنا مش عارف الفنان ما عندناش خبره في القوانين ده ولا شغل. ايه تاني خايف؟ طيب هل ممكن التمويل للصالح؟ الهيئه الشرعيه تدخل في المجالات. طب ايه تاني خايف؟ ممكن واحد استصلاح الارض الزراعي. طب سيادتك نبعت تشوف لنا ونقول مع اهميته وانه الخطوه الاولى، الا ان هذا العبور الاقتصادي والبشري هو العبور الاهم. فاذا اردت ان تحافظ على اي مكتسب على الارض فعليك ان تعمره بشريا واقتصاديا. فزراعه المنطقه وعمارتها بالاقتصاد والبشر هو افضل ضمانه لقوتها وازدهارها. واكدنا ان هذا يعد بمثابه العبور الثاني والاهم، وهو العبور الاقتصادي لشرق القناه. الامر الاهم ان هذا تم بالكامل، تم باموال المصريين كما علمتم، وفي مده زمنيه تاريخيه. ويمكن حتى كنا في احد الصناديق الخاصه بالاوقاف قد اتفقنا على ان نشتري سندات ب 400 مليون جنيه قبل ان تنتهي الاجراءات. كان الافراد عامه الناس من الافراد بعيدا عن المؤسسات قد اغلق الباب لان المبلغ قد تم استكماله، ولو فتح الباب للمؤسسات لتحقق اضعاف هذا المبلغ. وهذا له امران. الامر الاول كان يؤكد التفاف الشعب حول القياده السياسيه وثقته في هذه القياده وفي هذه المشروعات وشخصيه السيد الرئيس. لهذا كان هذا الاقبال، ولان هذا الشعب لديه القدره على تحدي الصعاب مهما كانت. الحقيقه في ايجاز شديد حتى اترك المجال للسيد المحافظ وسياده رئيس الجامعه. العالم كله ان مصر ستبقى بلد الامن والامان، ولكل المصريين بقول ان النهارده افضل من امبارح، وبكره بمشيئه الله سيكون افضل من النهارده.